سحرت لصاحبتي وتعذبت بزاف. عمري فكرت شي نهار نقدر ندير شي حاجة تعصي الله ولا نولي سحارة. كانت عندي صاحبتي في العمر ديالها 22 سنة، كنت انا كبر منها بعامين. هي كانت زوينة بزاف بلا قياس، وسميتها غزال، وبصح نيت كانت غزال. كانت غزالة بزاف. اش منك يا فورما، اش منك يا بيوضة، اش منك يا شعر وحجبان. جاو فيها بزاف الخطاب في الوقت اللي انا عمر شاف فيا شي حد، حتى الشوفة وحدة. هي الاخرى ما عمرهم شافوها فيا. كانت كترفض اي واحد جاي يخطبها، قالت لك باغا تكمل قرايتها. كنا صحابات الروح بالروح، كنت عزيزة عليها بزاف. ولكن ديما كنحسدها على زينة. كانت ملي تتبغي تخرج ديما تنخرج انا وياها، لكن كنت تنحس بالنقص كبير بزاف ملي تنكون خارجه انا وياها، حيت الدراري تيبقاو يشوفوا فيها انا عمر شي حد مدها فيا، حيت رقيقه بزاف وسمرة وخايبه عامره حبوب. المهم دازوا الايام، كنا خارجين وتبعها واحد الولد بطوموبيلتو وبقى لاصقه حتى عطاتو النمره. رجعنا وانا مفقوصه، قلت علاش ما شافش فيا انا وما بغانيش. رجعت ما دويتهاش حيت ساكنه حدانا. دخلت لدارنا وسديت عليا في بيتي، بقيت تنبكي لغد ليه جات عندي. قالت لي داك الولد ديال البارح عيط ليا وقال لي ضروري يشوفني اليوم وانا فقت. قالت لي الصراحه عجبني. قالت لي يلاه معايا. رفضت. قالت لي علاش؟ قلت ليها مريضه. قالت لي اوكي اللي بغيتي. المهم نهار كامل وانا العافيه شاعله فيا. في العشيه صيفطت لي ميساج كتسول عليا وقالت لي بلي قال ليها نوا معاه الحلال وما جاوبتهاش. المهم من بعد شهر قال ليها من بعد 3 ايام غيجي ويجيب دارهم. بزاف ما قدرتش نعس، ما تسرطاتش ليا داك النهار بالضبط. مشيت عند واحد المشعوذه، عطيتها 500 درهم. قلت ليها واحد صاحبتي بغيتك ديري ليها العكوس اللي خطبها ما تزوجش به. قالت لي جيبي لي ملابسها وقرصونها والمشطه باش كتمشط وقفل. ورجعت عندها ورغدت ليه قلت ليها يلا نمشيو للحمام باش تكوني نقيه، راه ما بقى والو لخطبتك. صافي مشينا وبتخبيه هزت ليها المشطه وستيامات. صافي جينا وغير رجعت مشيت للشوافه وديت لها ديك الشي وشداتو ورشات عليه شي حاجه بيضه وحزماتو بخيط كحل ودارت القفل وقالت لي لوحيه في البحر. مشيت من تما للبحر ولحتو، وداك النهار بالضبط كانت عندها الخطبه. وقع ما لم يكن في الحسبان. ملي رجعت صدمت بزاف ولقيت صاحبتي كتغوت وكتنتف وتقمش في راسها. الناس اللي غيخطبوها كان عندهم يلاه كانت داخله مع الدرب تنسمع غواتها. مشيت تنجري تخلعت لقيتها كلها دمايات، وجهها ويديها. خرجت على البنت اللي كانت دايراني كسر من صاحبتها، دايراني اختها وسحرت ليها. ملي لحد داك السحور اللي سحرت فيه لصاحبتي في البحر، داك النهار كانت عندها الخطبه. من داك النهار صاحبتي تبدلات. رجعت للدار وانا فرحانه حيت غنفرقها على خطيبها وما كانش كيحسب ليا غندم وغيطرى هاد الشي. وانا غدا للدار تنسمع غواتها من راس الدرب. مشيت كنجري لقيت الجيران مجوقين وهي كتغوت وكتنتف في راسها وكتقول شي حد قاجني عتقوني. انا تصدمت ما عرفتش باش تبليت. قلت ليها اش واقع؟ هي كتغوت وتنتف راسها وجهها ولا كله دمايات. قمشات راسها من بعد شويه وهي تتهدن. دخلناها لبيتها وما مسكينه هي مصدومه وخواتاتها تكيناها كلها كتقفقف والكشكوشه من فمها. مشيت انا للدار ما فاهمه حتى لعبه. رجعت عندها الغد ليه الدريه تبدلات 90 درجه، ولا وجهها زرق وساهيه، ما كدوي ما كتكلم. كنقول ليها غزال هضري معايا والو. من بعد 3 ايام بدات كدوز بالدم، داوها للطبيب والو، جابوا ليها الفقيه والو. كتبقى تطيح وكتغيب وتركل، حالتها حاله. تنشوف فيها وتنقول اش درت سيدي ربي اش درت. خرجت عليها نهار على نهار كتزيد تخيا وكتكفس. نهار على نهار بقات كتسيل بالدم، وداك الدم لونه احمر ومغلوق غادي الكحوليه. فين ما كنمشي لعندها كتبقى تبكي، كتقول لي صاحبتي انا ما عرفتش مالي، وقيلا غنموت. وانا كنحس بتأنيب الضمير. كنقول ليها دابا تولي بخير اختي. انا كنت نقول مع راسي داكشي دغيا غيفوتها. من بعد شهرين ديال المعاناة مرضات بالسرطان.
جاها السرطان، مشى داك الشعر اللي كان بحال الحرير، مشاو دوك الحجبان، مشات ديك الفورمة اللي كيشوفها تيحماق، حتى ديك البيوضة مشات ولات زرقا، وجاها كحال مرضات ديال بصح، ولات رقيقة. عيطات ليا واحد النهار كتصوني ليا مع 7 الصباح، كتقول لي اختها اجي دابا، راه غزال بغاتك، راه بغات تقول لك شي حاجة. مشيت كنجري، دخلت عنقاتني امها ومتكية، وعرفت الدموع الام ديالها كيحرقوني، خصوصا ملي كتدعي يبين ليها الله شكون سببها. دخلت عند غزال لبيتها، لقيتها متكية، شافتني بقات كتبكي وعنقاتني وهي تقول لي المسامحة، سمحي لي الا اذيتك، الا خسرت معاك. وانا تنبكي كنقول ليها لا دابا تعيشي. وهي تحل الماريو ديالها، قالت جبدات 3 جلالب، يلاه مخيطاهم واعرين وزوينين، قالت لي هادو خديهم. جبدات ليا بزاف من حوايجها، واحد السلسله ديال الذهب كانت لابساها، حيدتها ولبستها ليا، قالت لي هادي بقيت تفكريني بها، وقالت انتي عمرك كنتي صاحبتي، انتي اختي. بغيت نصالحها ما قدرتش. الدريه بانت ليا ولات حالتها وبدات كتموت. خرجت كنجري، مشيت تنقلب على السحاره، وتسمى بالضبط كانت الصدمه اللي غتخليني نعيش اكفس ايام حياتي. ملي عيطات ليا اختها مع 7 الصباح، قالت لي اجي، راه غزال بغاتك، راها كتموت. مشيت كنجري عندها وانا غادا وكنبكي في الطريق، حيت بسبابي غتموت صاحبتي. دخلت لقيت امها كتقول بنتي غتمشي ليا، الله ياخذ الحق في سبابها. عرفت دموع الام ديالها تيحرقوني. انا سحرت ليها غير باش تفارق على خطيبها، ماشي باش يولي فيها السرطان. دخلت عندها، قالت لي قربي عندي، قربت وهي تعنقني، جبدت 3 جلالب ديالها وقالت لي هادو خديهم، راك ناويه نلبسهم لك ملي نتزوج، ولكن غديهم. وعينيها مغرغرين وكتبكي، حيدات السنسله من عنقها مكتوبه فيها سميت غزال ولبساتها لي. قالت لي انت عمرك كنتي صاحبتي، انت اختي وكتر، هاد السنسله تهلاي فيها وبقيت تفكريني فيها وترحمي عليا. وانا قلت لها لا ما تقوليش هكا، انت غتعيشي. شويه بدات كيتزاد عليا الحال، بدات تتكح وهي تقول لي عيطي لماما وخواتاتي، وانا عيطت ليهم. دخلوا عندها وهي تقول يا ربي شحال هلكني هاد المرض السرطان وهاد الدم اللي ديما سايل مني. وهي تشد ليا في يدي وقالت عمري غنسامح ليك اللي كان سببي، انا عمري اذيت شي حد. وقالت وانا على فراش الموت امنيه وحده اللي عندي، بغيت ربي ياخذ الحق في الظالم. وقالت لماماها ماما ما تبكيش عليا، هات لوا صاحبتي راه تولي بنتك، حيت انا وياها واحد. ناري اش وقع ليا ديك اللحظه، غوت قلت لا ما تقوليش هكا. خرجت كنجري تنقلب على السحاره اللي سحرت عندها، كنقلب ولقيتها ودخلت، بديت كنطلب فيها، قلت لها عافاك كيفاش نفك السحر لصاحبتي اللي سحرت ليها عندك. ما بغاتش تقول لي، قالت لي كاينه طريقه ولكن غتصدحي. قلت ليها غا قولي ونعطيك اللي بغيتي. قالت لي غتمشي تاخدي 5 يطرو من الماء ديال البحر اللي لحتي فيه السحور، وتمشي للدار وتحيدي حوايجك كاملين وتكبي عليك داك الماء وتعطيها تشرب منه. خرجت كنجري، شريت بيدوزه د الماء عامره، مشيت للبحر، خويت الماء اللي كان فيها وعمرتها بالماء د البحر اللي لحت فيه السحور. وانا راجعه للدار كنسمع في الجيران تيقولوا انا لله وانا اليه راجعون. صدمت، كنقول شكون مات، شكون؟ تيقولوا غزال الله يرحمها. ما تيقتش، مشيت كنجري لدارهم، تلقى خواتاتها تيندبوا تيهوتوا. دخلت للبيت لقيتها ماتت، تنشوف فيها تلقاها مغطيه ليها وجعب. وبديت تنغوت ربي اللي خلقني، البنت اللي كانت دايراني اختها وديما واقفه معايا ماديا ومعنويا، انا اللي قتلتها. ما يمكنش. خرجت من البيت حتى كنلقى امها طاحت مغيبه، داوها للسبيطار، بناتها زادو تيبكيو وتخلعو حتى على امهم. وحده من خواتاتها 5 سنين باش تزوجات وما عندهاش الولاد، وعاد حن عليها الله وعندها شهرين، كانت حامله. وداك النهار فاش ماتت اختها طاح ليها، امها ملي فاقت من الغيبوبه لقاو عندها شلل نصفي، حيت امها كانت مريضه بالقلب. خرجت على عائله على قدها الله يسمح ليا.